السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فريدات؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. فيديو النهاردة لكل ام وربة منزل، مني ليكي، احنا الاتنين زي بعض. حابة ان انتي تسهلي على نفسك شوية الحياة او تعيشي بجودة حياة افضل، علشان بدل ما انتي مستنزفة ومستهلكة في كل المهام والمشاوير والاشغال اللي وراكي اللي ما بتنتهيش. كنت للاسف من فترة قريبة بعاني من الموضوع ده، وبحاول ان انا اوازن كل الادوار ليا في الحياة مع بعضها. انتوا عارفين بقى انا بحب اكتب حاجتي يعني من بالليل، ايه اللي ورايا تاني يوم وهشتغل ازاي، وارتب المهام كده بتاعتي من بالليل. وانتوا عارفين بقى طول الامد يعني بالليل نقعد نقول لا النهارده عدى خلاص، بكره مش هيبقى زي النهارده ابدا، لازم بكره اعمل كذا كذا كذا. انتوا عارفين بقى طول الامد، واقعد اكتب 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 في مهام. اصحى الصبح بدري ابدا في المهام اشتغل عليها، وفي اخر اليوم للاسف كنت بلاقي نفسي ان انا مقصره، ما اديتش طبعا الادوار بتاعتي كلها بالشكل اللي انا عايزاه، لان طبعا البرفكشنست اللي جوايا ما كانش بيعجبها اي حاجه. لازم كل حاجه تمشي على المسطره وزي ما الكتاب بيقول. فلقيت ان انا لو عايزه اخسر نفسي، ولو عايزه فعلا اعيش حياه بائسه ومتدمره، يبقى انا لازم استمر على الموضوع ده. انا طبعا ما قدرتش، تعبت وتعبت وما قدرتش ان انا اكمل. وقفت مع نفسي وقفه وقلت انا لازم احسن شويه من الاسلوب اللي انا ماشيه بيه، واضح ان النظام ده مش نافع معايا، احاول ادور على نظام تاني. عشان كده النهارده هكلمك عن 5 قواعد. انا طبعا ما توصلت لهمش مع بعض، يعني مش كلهم مره واحده، انا وصلت لهم واحده بعد واحده بعد واحده. ولما لقيت ان هم فعلا حسنوا من حياتي كويس، وحسسوني ان انا اقدر اقلل شويه من المعاناه اليوميه في المهام اليوميه، وان انا ما استهلكش نفسي واستنزفها، حبيت اقولك عليها النهارده في الفيديو ده. اول قاعدتين هيبقى غرضهم التخفيف، تاني قاعدتين هيبقى غرضهم التلطيف، والقاعده الاخيره بما ان هم 5 هقولك يعني ان هي القاعده الجوكر. فخليكي معايا لاخر الفيديو ويلا بينا نبدا. اول قاعده هكلمك فيها هي اسمها المساعده من قريب او من غريب. انا بحب دايما ان انا ادي للقواعد او للدروس او النصايح او الحيل او الحاجات دي، بحب اديها عنوان، عشان دي بتحسسني ان هي ايه، زي ما اكون بفكر نفسي بالعنوان ده كل شويه. لان طبعا كل شويه دماغي بترجعني لتصرفاتي وسلوكياتي القديمه اللي كانت اساسا محسساني بشعور مش كويس وسلوكيات مش حلوه مش عايزه ارجع لها. فانا بحب دايما احط عنوان. وبالنسبه لل5 نصايح اللي انا هكلمك عليها النهارده، انا حابه بس انوه واقول انك مش لازم تبداي طبعا بال5 نصايح مره واحده او بال5 قواعد. انت هتشوفي ايه اكتر واحده مفضله عندك، واكتر واحده ما تقدريش ان انت تاجليها، حاسه ان هي مناسبه لظروفك، حاسه ان انت تبداي فيها من النهارده. يعني قبل ما تنامي النهارده تقولي انا احدثت فعلا فرق وعملت القاعده دي النهارده وحسيت فعلا ان هي فرقت في جوده حياتي. هي دي اللي انت هتبداي بيها وتستمري عليها فتره لحد ما تتعودي عليها وتبقى ضمن الروتين. ما تبدايش بتغييرات كبيره قوي مره واحده او فجاه، لكن حاولي ان انت يكون معاكي ورقه وقلم علشان تكتبي القواعد اللي هقولك عليها دي، بحيث ان انت تحفظيها عندك. تبداي باول قاعده اللي مفضله عندك، وبعد كده بالتدريج تبداي تدخلي واحده ورا واحده ان شاء الله، وربنا يوفقك في حياتك. فالقاعده الاولى اللي بقولك عليها اسمها المساعده من قريب او من غريب. انا واحده كبرفكشنست وبسعى دايما للكمال، شايفه ان المهمه او الشغل اللي ورايا لو عمله حد غيري او لو حد ساعدني فيه، يبقى كده انا مش كويسه، او مش هيعمل الحاجه زي ما انا عاوزه، او انا لازم اعمل الحاجه بنفسي عشان توصل لل100% اللي هي اساسا مش موجوده. وبحاول ان انا اقنع نفسي دايما ان مفيش مشكله ان انا اقلل شويه عن ال100%. فالمساعده من قريب او من غريب، القريب يعني الناس اللي عايشين معاكي في البيت، احنا امهات وربات منزل، فالمنزل فيه ناس كتير ما فيهوش انتي لوحدك. انا لازم اطلب من ولادي مهام يوميه يساعدوني فيها في البيت، لان هم افراد موجودين في البيت ده. اذا ما كانوش يعملوا حاجات موجوده في البيت مش هيحسوا ان ده بيتهم، فلازم يشاركوا في اعمال البيت. لازم ان هم احدد لهم كل واحد مهام على حسب سنه، وتكون مهام مش ضخمه وما هولش الموضوع، لكن المساعده بتاعتهم دي واحده ورا واحده. اول حاجه هي هتعلمهم الاعتماد على النفس وتعلمهم المسؤوليه. تاني حاجه هتخفف من عليا عبء كبير جدا ان انا كل يوم هفضل اقول اعمل يا فلان كذا، اعمل يا فلان كذا. انا كنت بحدد لاولادي مهام، كل واحد يعمل مهام ولو بسيطه جدا جدا كل يوم، بحيث ان هم بعد فتره خلاص كل واحد عرف ان في مهمه ثابته عنده بيعملها كل يوم، في مهمه ثابته بيعملها كل اسبوع هو اللي مسؤول عنها. فدي كانت بتخفف عليا كتير جدا من المهام، حتى اللي هي المهام البسيطه اللي احنا
بنعملها كتير اثناء اليوم، لكن هي ممكن تكون صعبه علينا بما اننا ورانا مسؤوليات اكبر، لكن بتكون سهله عليهم، وزي ما قلت لكم بتبقى مفيده ليهم زي ما هي مفيده لينا. اما بالنسبه للمساعده من الغريب فما فيش مانع اطلاقا ان انا اطلب مساعده من واحده جارتي، او اطلب مساعده من واحده قريبتي، او اطلب واحده تيجي تنظف لي البيت، او اطلب مثلا طلبات السوبر ماركت من الابليكيشن. انا زمان كنت لازم انزل اجيب الحاجه بنفسي. كل مره احتاج اي حاجه في البيت، طلبات البيت كلها لازم انزل واجيبها انا بنفسي، طلبات المواسم، رمضان، الاعياد، كل حاجه دي كنت دايما انا لازم شايفه ان يعني ما ينفعش حد يساعدني، وانا لازم انا اللي اجيب، عشان انا اللي بجيب احسن حاجه وانا اللي بختار افضل حاجه، وهكذا. لحد ما فتره من الفترات كنت بعمل عمليه، وما كانش في امكاني طبعا ان انا انزل من البيت، وما كانش ينفع ان انا اطلب من ولادي، المهمه دي مش مناسبه ليهم. فقلت ليه لا ان انا اطلب مساعده. فطلبت مساعده والحمد لله يعني حسيت ان هي فرقت معايا جدا جدا، ولو ما كانتش المساعده دي موجوده يمكن ما كنتش قدرت ان انا اقوم بالمهام دي على الاطلاق. يعني كانت المهمه دي خلاص هتبقى اتكنسلت، وكنت ساعتها احس بضيق كبير يعني. لكن ايه المانع ان انا اساعد نفسي عن طريق حد غريب او عن طريق حد قريب؟ يعني مثلا في الاعياد الناس كلها بتبدأ ان هي تنظف البيت وتغسل السجاجيد وتغسل الحيطان وتعمل الجو ده. الحاجات دي جميلة جدا ان هي تتعمل قبل العيد، عشان يعني كنوع من الفرحة ونوع من ان البيت يبقى فريش كده وجميل. لكن مش لازم ان انا اعمل الموضوع ده بنفسي كله. يعني مفيش مانع ان انا اكلم دراي كلين يجي يغسل لي ياخد السجاجيد من عندي ويغسلها، او حتى ابعت للبواب بتاع العماره ان هو يغسلها، حتى يعني بنيه ان انا اساعده في رزقه وربنا يكتب له كده باب رزق على ايدي. فما فيش مشكله خالص، بدل ما انا اعمل كل المهام، هي النتيجه في الاخر واحده، ان البيت اتنظف، ان البيت راق، ان الدنيا بقت لطيفه. مفيش داعي ان انت تعملي الحاجه من الالف للياء وبعد كده تستهلكي نفسك. وما اقولكيش بقى على تعب الصحه، ده قصه تانية، واستنزاف الوقت في المهام اللي ممكن حد تاني يكون بيعملها احسن منك وهيوفر عليكي كتير. فالقاعده دي من اكتر القواعد السحريه. القاعدة التانية في قواعد التخفيف، ما تنسيش القاعدة الأولانية برضو كان غرضها التخفيف من عليكي. القاعدة التانية اسمها ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني مش لازم نعمل الحاجة كلها زي ما أنزلها الكتاب وزي ما القاعدة بتقول والبرفكت اللي فيها يبقى على الآخر. لا، احنا ممكن ان احنا نعمل منها جزء. أنا بسميها بالاختصار كده قاعدة 20%. انا هقول لكم على حاجه يعني شخصيه، يعني انا قلتها قبل كده في كذا فيديو. في مهمه معينه في البيت انا ما بحبش اعملها، يعني مهمه تنظيف معينه انا ما بحبش اعملها، والكلام ده من سنين طويله، من قبل ما اتجوز كمان. والمهمه دي انا ما بحبش اعملها. فالمهمه دي للاسف من كتر ما انا كنت ببقى كرهاها ومش حابه اعملها، لكن انا لازم اعملها، فكنت بعملها وانا متضايقه، بعملها وانا يعني كرهاها وزي الرسخه كده، زي التقله كده على قلبي. فبعد فتره لما كان في عندي ظروف تمنعني ان انا اعمل المهمه دي، مثلا كان يعني في وقت حمل مثلا، او في وقت كنت فيه لسه والده ولا حاجه، يعني اي حاجه من الحاجات دي، كان طبعا مش كل المهام بتقدر ان انت تعمليها، وبرده مش من الطبيعي انك تسالي حد من قرايبك ان هو يجي يعمل لك المهمه دي، يعني هي مهمه غلسه شويه. فاللي حصل ان المهمه دي كانت بتتراكم عليا وما كانتش بتتعمل. فانتوا عارفين الحاجات اللي بتتراكم في التنظيف بيبقى تنظيفها اصعب وبياخد وقت ومجهود اكبر. وتخيلوا بقى لما كانت بتبقى خفيفه، فهي كانت زي التقل على قلبي، فما بالكم لما كانت مهمه كبيره وصعبه. ف يعني كنت مضطرة ان انا اتعامل مع المهمة دي بقاعدة معينة، خصوصا ان انا كنت يعني اذا كانت ورايا مهمة لازم اعملها بنسبة 100%. مهمة تنظيف بقى يبقى تنظيف عميق واسع، باستخدام مش عارف ايه، وكل حاجة في مكانها، وكل حاجة يعني موال ما يعلم بيه الا ربنا يعني. لكن القاعدة دي بصراحة انقذتني، قاعدة 20%. انا فكرت طب انا دلوقتي عماله بسوف فيها ومكسله عنها وكرهاها وقرفانه منها، وهي كل ما الوقت يعدي كل ما بتبقى اصعب، كل ما هتاخد مني وقت اكتر، كل ما هتبقى تقيله عليا. طب انا اعمل ايه؟ خلاص انا هجزأها كده اجزاء صغيره، وكل يوم هعمل جزء.
طب انا هعمل ايه في اول مرة؟ انا هنضفها بنسبة 20%. ال20% هتاخد 20% من الوقت، وهتاخد 20% من المجهود، وهبقى كأني انجزت الجزء الاولاني، مجرد ان انا بس كسرت الحاجز وبدأت فيها. وفعلا القاعدة دي يعني والله هي منقذة، هي منقذة لأي حاجة انت بتأجليها او حاجة تقيلة عليكي او حاجة مش قادرة تعمليها ببساطة. غرضها ان هي تخفف من عليكي. ففعلا الموضوع ده انقذني، وبدل ما انا كنت مستثقله ان انا هعمل المهمه كلها وقررت بس ان انا هعمل 20% منها، طبعا انا ما كنتش بعمل 20%، انا لقيت نفسي ان انا ممكن اوصل ل50 او 70% كمان من مهمه التنظيف دي، ومش محتاجه الا مره كمان علشان اوصل للحاجه البيرفكت. ولو ان الحاجه البيرفكت ما كانتش بتبقى ضروريه، لاني كنت شايفه ان 70 او 80% كويس جدا على المهمه، وانا انجزتها الحمد لله، وما خدتش مني الوقت والمجهود اللي انا كنت متخيلاه، لان انا ما كنتش عايزه اوصل للبيرفكت، انا بس كنت عايزه اوصل ل 20%، وتلقائي كده لقيت نفسي وصلت ل 50 او 70%. فايه المانع؟ القاعدة دي يا جماعة بتسهل وبتبسط وبتلطف وبتخفف عليكي من المهام اللي وراكي. انت وراكي جبل من المهام يكفي جيل من الأمهات، فانت لما تخففي وتبسطي على نفسك انت كسبانة وانا كسبانة. القاعدة الثالثة بقى اسمها سيب اليوم المر يمر. القاعدة دي غرضها التلطيف، يعني لطفا بنفسك. يوم انت صحيتي فيه مش في المود، يوم انت صحيتي فيه كسلانة تعبانة، جسمك قايم عليكي، اليوم اللي قبله ما كنتيش نايمة كويس، او كان عندك ظروف بمعنى اصح، يعني كده بالمعنى البسيط ما تقدريش انك تقومي بالمهام بتاعتك بنسبة 100% او حتى يا ستي 90%. ايه المانع ان انت تكوني لطيفة على نفسك؟ انا في ايام كنت ببقى قايمة من النوم مش قادرة اساسا ان انا اقوم من السرير، كنت بحس ان ورايا جبال ولازم اقوم، يعني انا ورايا جبال ومهام كتيرة. ده يعني فكر لوحده، وان انت تقاومي بقى ان انت اساسا جسمك مش قادر، انت بتقاومي الحاجة الطبيعية، انت بتقاومي حاجة يعني المفروض انك تكوني لطيفة بنفسك فيها. التعبان يا جماعة بيرتاح، ومش حرام ابدا ولا عيب ولا المجتمع هيضايقنا في حاجة ان احنا لما نكون تعبانين ناخد راحة. الراحة دي حتى ربنا كتبها علينا لما بيكون عندنا اي ظرف، حتى اللي تعبان مش مفروض عليه ان هو يصوم في رمضان وبيعوضها في ايام تانية. ربنا لطيف بينا وبيدينا رخصة وبيدينا رحمة، فانا ليه ما كنتش رحيمة بنفسي؟ في اليوم اللي قمت فيه وكنت تعبانة قلت خلاص النهاردة يوم من الايام اللي انا بسميها يوم مر، يعني اليوم ده صعب عليا ان انا اقوم فيه بكل الحاجات اللي انا كنت عايزاها، انا ممكن بس اعمل الحاجات الضرورية الطوارئ، لكن الحبشتكنات اللي حواليها مفيش مانع ان انا اكنسلها النهارده واجلها لبكره، او لحد ما اكون قادره ان انا فعلا اقوم بالمهمه دي. اليوم ده انا مش قادره اطبخ، ايه المانع ان انا امشيها كده اكل اي حاجه، او حتى اطلب اكل من بره؟ مش هيجرى حاجه في الدنيا خالص لو اليوم ده مشيته وخليت اليوم المر يمر لحد ما انا استعيد صحتي او استعيد دماغي، نفسيتي تهدى. لو كنت متعصبه او مريت بظرف ايا كان، لطفا بنفسنا يا جماعه، احنا كأمهات محتاجين اللطف، ومحتاجين من وقت للتاني كده نشحن الطاقه عن طريق ان احنا نكون لطفاء بنفسنا. عايزه اقول لكم كمان ان موضوع اليوم المر ده ممكن كمان ان انت تمر بيه كأم مع اولادك. بعض الاوقات في حياه اولادنا للاسف بتبقى برضو تنطبق عليها مقوله اليوم المر. لو مثلا ولادنا كانوا في المدرسه طول اليوم، محدش عارف هم راجعين بطاقه عامله ازاي، محدش عارف هم اتعرضوا لايه في المدرسه او ايه في السكه او ايه من صحابهم. الحاجات اللي زي دي ممكن فعلا تخلي اليوم بتاعهم مر. ما جيش انا اضغط عليهم كمان لما يرجعوا البيت واطلب منهم مهام فوق طاقتهم وانا شايفاهم قدام عيني حالتهم مش طبيعيه. فلما يكون في يوم صعب او يوم مر زي ده، خليه مر، اعملوا بس الحاجات الضروريه، الحاجات الطوارئ، الحاجات اللي ما ينفعش اليوم يعدي من غيرها. زي ما تكوني لطيفه مع نفسك لازم تكوني كمان لطيفه معاهم، وفي يوم من الايام هم هيردوا لك اللطف ده، هيكونوا لطفاء معاكي، وهيبقى زي القاعدة دي هتتعمم كده ان عادي جدا يا جماعة ان اليوم الصعب نعمل فيه بس امور الطوارئ، زي ما انا عملت مع اولادي. يعني بحاول بقدر المستطاع بصراحة ان انا ما خليش اليوم بتاعهم لو هم مش في المود، او لو هم مشتتين، او هم عندهم اي ضغط من اي نوع،
ما كنش معاهم برضو طف وعنيفة واطلب منهم الحاجات كأنهم مكن او كأنهم زي ما يكون عندهم زرار اضغط عليه هيقوموا بالحاجات. لا، احنا لطفاء مع نفسنا ولطفاء مع اولادنا، علشان دي حاجات هتسهل علينا وتبسط وتلطف كده من حدة الايام بتاعتنا. القاعدة الرابعة والقاعدة التانية في قواعد التلطيف اسمها التقبل والتغافل. القاعدة دي يا جماعة احنا مش متربيين عليها للأسف، وانا واحدة من الناس ما كنتش بتقبل الحاجات لحد فترة قريبة. كان للأسف يعني عندي فكرة ان طالما هي الحاجة صح المفروض ان كل الناس تعملها، المفروض ان اللي حواليا يعملوها، المفروض ان كل الناس تبقى فيها. لكن الايام والسنين علمتني ان انا اتقبل الحاجة اللي انا ما اقدرش اغيرها. لو انا قدرت ان انا احاول فيها ان انا اغيرها علشان اخليها مناسبة مع ظروفي يبقى اوكي، لكن انا مش هقدر ابدا ان انا اغير حد وهو نفسه مش عاوز يتغير. فان انا اتقبل الحاجة اللي انا ما اقدرش اغيرها دي يعني بتحل معضلة كبيرة جدا بتتحط في مخنا، ان احنا بنفضل نصارع في الحاجة اللي احنا ملناش عليها سيطرة. ان انا احاول ان انا اتحكم في زوجي، او ان انا احاول ان انا اتحكم في اهلي. انا ما اقدرش ان انا اتحكم في حد طالما هو دي حياته وده اسلوبه ودي فكرته. ايوه ممكن ان انا احاول بالطريقه الحسنى، او ان انا انصح، او ان انا اتناقش. مفيش مانع ابدا من الحاجات دي، ودي حاجات ما تنفيش خالص ان احنا يعني عايشين في بيئه واحده وفي حياه واحده، بنتناقش وبنتكلم مع بعض علشان نوصل لحلول وسط، علشان نوصل لحياه مشتركه مع بعض نكون فيها افضل. لكن ان انا اتقبل الحاجه اللي انا ما اقدرش فعلا ان انا اغيرها او اتحكم فيها او اسيطر عليها، دي بجد حاجة مهمة جدا جدا. بتبسطت عليا فكر كبير ووفرت عليا كمية مقاومة جوه دماغي وجوه عقلي، ان انا دايما في حاجة انا مش قادرة اغيرها وانا بحاول ان انا اغير. يعني اللي هو فكرة كل مشكلة وليها حل. طب افرضي ان المشكلة دي مش فيا انا دايرة السيطرة بتاعتي هي نفسي، اقدر اتصرف مع نفسي انا، لكن انا ما اقدرش ان انا اتحكم في الاخرين. هم في دايرة تأثيري بس ما اقدرش ان انا اسيطر عليهم. ممكن ان انا احاول معاهم بطرق معينة وابدأ ادرس الموضوع لو هو يعني مهم عندي للدرجة الفظيعة دي، وممكن ان انا استعين بحد لو واجهتني مشكلة ليها علاقة بالناس اللي حواليا. لكن ان انا اتقبل حد او اتقبل حاجة يعني نفترض جدلا حد لا قدر الله ربنا يحفظ الجميع عنده مرض او اي حاجه زي كده، لازم ان انا اتقبل الحاجه اللي انا ما اقدرش اغيرها. انا عليا ان انا ادعي، عليا ان انا اطلع صدقات، عليا ان انا اخد بالاسباب واطلب العلاج واطلب الدواء. لكن ان انا افضل اصارع في حاجه ما اقدرش اتحكم فيها او ان انا ارفضها تماما، دي حاجه من الحاجات المدمره للحياه، ومش بنقدر للاسف ان احنا نتخطاها الا اذا تقبلنا فكرة موضوع ان احنا نتقبلها. يعني نتقبل الفكرة وبعدين نتقبل الفعل. اما بالنسبة بقى لموضوع التغافل فدي راحة للنفس والبدن. انتي تغافلي عن الامور الصغيرة. عارفين كان في كتاب زمان كده اسمه اسمه ايه، كان اسمه لا تهتم بصغائر الامور فالامور كلها صغائر. يعني هو بيحاول يقولك ان كل حاجة انت بتهتم بيها وبتكبرها كده ممكن تكون هي امور صغيرة في حد ذاتها، مجردة كده ان هي امور صغيرة ما تستاهلش منك ان انت تضخمها للدرجة دي. اقنع نفسك بان الامور كلها صغائر. فعلا لما انت تبص للدنيا كده من نظرة بعيدة هتكتشف ان الدنيا كلها عبارة عن صغائر، ما فيهاش حاجات كبيرة وما فيهاش حاجات مهمة. طالما الانسان ما بيفتنش في دينه يبقى الامور كلها فعلا صغائر. فالنظرة دي برضو بتريحنا وبتخلينا كده دماغنا اهدى، وبتخلينا ما نصارعش نفسنا وما نصارعش ظروفنا وما نصارعش بيئتنا. ان البيئة بتاعتنا واسرتنا اولادنا حياتنا اكلنا شربنا تحويشتنا الكلام ده كله كبير. لا، الامور بسيطة. نبدأ نتغافل عن الحاجات اللي احنا يعني نقدر نتغافل عنها ونعتبرها ان هي امور صغيرة او ان هي امور مش مهمة. خلافات بسيطة، مثلا كلمة مش قد كده اتقالت اعديها برضو واتغافل عنها. كل ده والله انتي بتريحي نفسك وبتريحي اللي قدامك. وبجد لو في حاجة فعلا غلط وانتي من جوه قلبك عايزة ان هي تتغير، لازم ان انتي تدعي من جواكي وتعملي اللي عليكي، لكن من غير ما تكبري الامور. فتغافلي
تغافلي عن غلطات أولادك الصغيرة، تغافلي عن أخطائهم في المدرسة، تغافلي عن مثلا حاجة عملوها غلط ولا حاجة سابوها ولا كلمة قالوها غصب عنهم طالما اعتذروا بعد كده. هما بيعملوا حاجات واحنا بنعلمهم، ولازم برضو هنعلمهم موضوع التغافل ده علشان لما يكبروا ما يتأثروش ويتصدموا في كل حاجة يشوفوها، يحسوا ان الأمور بسيطة ونقدر ان احنا نقول عليها صغائر فنتغافل. القاعدة الخامسة والأخيرة اسمها الجوكر. أنا سميتها الجوكر علشان هي بتشتغل على كذا جانب مع بعض، والجوكر في حياة كل واحدة مننا لازم علشان نعرفها نقعد كده قاعدة مع نفسنا ونسأل نفسنا السؤال الصح: ايه الحاجة اللي أنا أقدر إني أنا أعملها، أو الحاجة اللي أنا أقدر إن أنا ما أعملهاش، بحيث إن هي تشتغل على كذا جانب في حياتي، كذا جانب هيتحسن أو كذا جانب هيقلل فيه شوية المعاناة أو الضغط في الحياة بتاعتنا كأمهات وربات منزل. القاعدة دي لما بدأت ان انا اطبقها في حياتي كأم وربة منزل وفرت عليا كتير جدا، لان عرفت منها ايه هي الأولوية في حياتي. ترتيب الأولويات ده حاجة مهمة جدا لينا، حاجة مهمة جدا جدا. فانتي تقعدي مع نفسك كده وتعرفي ايه هي أولويتك، فأولويتك تكون دايما في حاجة هتشتغل على كذا جانب في حياتك. يعني هقولك على مثال شخصي بينطبق عليا أنا. فلقيت ان انا محتاجة اشتغل على موضوع العصبية والغضب ده، فكانت الفكرة الجوكر هنا اللي هتشتغل معايا عليا انا وهتشتغل على الاولاد كمان، ان انا ما اخدش ابدا اي قرارات وانا متعصبة، ولازم اقعد في عزلة تامة. عودت اولادي ان انا وقت ما اكون متعصبة ان انا هاخد وقفة، مش هاخد رد فعل، مش هتكلم، مش هتناقش، هاخد لي ربع ساعة قاعدة لوحدي. وفهمتهم ان انا لما بكون متوترة او متعصبة ممكن اعمل حاجات ما احبش ان انا اعملها، فانا علشان ادرب نفسي واعود نفسي ان الغضب ما يسيطرش عليا لازم ان انا اقعد لوحدي لمدة ربع ساعة، محدش يدخل عليا، محدش ينادي عليا. انا لازم دلوقتي اعتبروها مرحلة علاجية من تأثير الغضب والتوتر ده. النتيجة اللي حصلت ان انا هديت وان هم هديوا، وبدأنا ان احنا نتكلم بعد فترة العزلة دي بكلام عقلاني اكتر، نقدر نبص للموضوع بشكل موضوعي اكتر، نقدر ان احنا نوصل لحل، مش ان احنا بنتعصب على بعض وبنعلي الصوت كده في البيت وبنكهرب الدنيا. انا بتضرر وهم بيتضرروا، والحلقة للأسف يعني بتلف وبتدور وما بتنتهيش نهائي. فأنا لقيت ان المفتاح بتاع الجوكر في المرحلة او في القضية اللي انا عايزة اشتغل عليها دي، موضوع الغضب والعصبية، هو ان انا لازم اخد فترة عزلة مع نفسي كده لمدة معينة. منها ان هم انضبطوا، يعني هم هدوا وانضبطوا، يعني انا عودتهم وظبطتهم كده ان وقت ما ماما تكون متعصبة او متوترة بنسيبها لوحدها تهدى. وقت تاني هم لما بيكونوا متعصبين ومتضايقين برضو ياخدوا وقت يهدوا، ما ياخدوش اي قرارات ولا سلوكيات نابعة عن شعور الغضب والعصبية دي من الحاجات اللي فرقت معايا جدا. في فترة من الفترات برضو كنت حاسة ان انا مرهقة وتعبانة، واني بقوم من النوم تعبانة برضو، يعني عايزة انام تاني. يعني عدت عليا فترة كده كان لازم ان انا طول الوقت حاسة ان انا عايزة انام، طول الوقت حاسة ان انا لو ما شربتش قهوة او شاي خلاص يبقى انا هنام، او ان انا مش هنام بقى، انا عايزة انام. فانا عارفين شعور الخمول الفظيع ده. فلقيت ان القاعدة الجوكر هنا ان انا اهتم بصحتي، وان انا اهتم باكلي، واعمل تحاليل علشان اشوف الامور متظبطه عندي ولا محتاجه ازود حاجات. وفعلا كان في الوقت ده عندي فيتامين دي كان ناقص، وبدات ان اخد اوميجا 3 كمان لان هي بتعزز النشاط والتركيز. بدات ان انا اهتم باكلي، وبدات ان انا اهتم بنومي، لان في الفتره دي انا ما كنتش بنام نوم منتظم للاسف، كان عندي ارق وكنت بعاني من الموضوع ده. لكن مع تظبيط الفيتامينات مع تظبيط الاكل بدأت ان انا انام بشكل افضل، وده حسن معايا جوانب كتيرة جدا جدا، لان الواحد طالما ما عندوش نشاط وما عندوش صحة ما بيقدرش يعمل اي حاجة. فحسيت ان انا واجبي كأم ان انا ادور على الجوكر اللي في حياتي، ان انا اهتم بصحتي في النقطة دي علشان الكسل والخمول ما يسيطرش على حياتي كلها. في النهاية حابة أقولك إن كونك أم وربة منزل مش معناها إن أنت تهملي نفسك، ومش معناها إنك ترضي بحياة قليلة. لو أنت تقدري تبسطي حياتك ابدأي إنك تبسطي حياتك فعلا، وما تهمليش نفسك وتفرمي نفسك في وسط المسؤوليات. أنا عايزة أقولك إن القواعد اللي كلمتك عليها النهاردة قواعد التخفيف وقواعد التلطيف،
وقاعدة الجوكر اللي هتشتغل على كذا جانب في حياتك مع بعض، من حقك ان انت تاخديهم، ومن حقك انك تاخدي اول خطوة في سبيل الحياة اللي انت بتتمنيها. على الاقل اشتغلي على الموضوع بتاعك بذكاء علشان توصلي لنتائج حلوة ان شاء الله. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر قاعدة عجبتكم، وايه الحاجة اللي انتم ممكن تبدأوا فيها من النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.